السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني وكل الحاجات الحلوة دي الأصحابكم في سلسلة جديدة نقدمها على الصفحة، وهي سلسلة ألعاب الغلابة. هتجيلي واحد بقى يحلو عليا ويقول لي وانت كل حاجة بتعملها الغلابة الغلابة الغلابة، هل ده معناه أنك منهم ولهم وإليهم وكل هذا الكلام الجميل؟ الحقيقة كنت أتمنى أقول لك كده ونقوم ناخد بعض بالحضن، ولكن أنا لسه ما لقيتش يعني المبلغ اللي خليني أمشي أدوس على الناس في الشارع بالبورش، ولكن ادعي لي إن أنا ألاقيه، وأنا أوعدك إن أنا إن شاء الله مش هدوس عليهم بالبورش، يعني همشي اكتفي بان انا امشي بالبورش في الشارع. ولاضافه بعض البهجه والمرح وادخال السرور على قلوبكم، سوف نبدا زي النسخه بمعشوقه الجماهير ومحبوبه الاطفال في سنه 2000 جي تي اي 2 النسخه المصريه. قبل ما ابدا بس عايز اقول لكم ان انا هلعب اللعبه بهاك. واحد يقول لي ليه تستخدم الهاك؟ انت كده بتبوظ المتعه بتاعت اللعبه. انا لا العب من اجل المتعه، ولكن انا العب من اجل افساد متعه الاخرين. عارف انت لما بتيجي تلعب بابجي كده، مش في شخص كده بيلعب سولو، اول ما بيشوف واحد من سكوادك ماشي لوحده بيروح موقعه ومفنشه على طول، وبعد كده يروح شايل السلاح على كتفه وطالع يتمشى وسطيكوا، هو خلاص كده قدم مهمته في الحياه، هكمله بجيم ناقصين، خلاص انا كده هي دي متعتي في الحياه. ده مش شخص، ده انا. ولكي لا اطيل عليكم، يلا نشوف هنعمل ايه في اللي احنا بنعمله ده. بليه معرفش التلاتة دول بتوع ايه، بس كنت بدوس عليهم والله. سمعتك اهم حاجة في الدنيا. اللعبة بتبدأ برسالة واضحة وصريحة بان مش باقيلك من الدنيا دي غير هي السمعة، الكلمة الطيبة اللي طالعة عنك، وبما اننا مش مهتمين يفضل لنا حاجة في الدنيا دي، فيلا بينا ندمرها. تعال. مبدئيا كده انا بعمل حاجة من 3 في اللعبة دي. اول حاجة بطلع ماشي على رجلي وابدأ اقتل في الناس. تاني حاجة بجيب عربية وابدأ اقتل في الناس. تالت حاجة بجيب دبابة وابدأ اقتل في الناس. ده مجنون لازم. يعني مين اللي كده تقدر تقول ان انا بقتل في الناس بس بلا هدف وبلا سبب وما بعملش اي حاجه تانية. بسم الله. هو كان فين نسيت، ده بتتلعبش بالماوس دي ايام لا اتظلم والله. الجيل ده كان ببريزه متبركه، كل ما تشد الطول معاك ما كانش بتخلص يا عاطف. خد يا هات يد الظابط ده يا خد يا كده وردان. احنا ايه جذبنا انتباه الشرطه. انا اسف يا رجاله، السلام عليكم. لا خلاص نط عليا نطه يا جدعان، انا هجننكم هنا. تعالوا بقى نطق. طبعا هم فاكرين دلوقتي ان هم ايه ممكن يمسكوني ويقبضوا عليا والكلام ده، عارفش ان انا عامل شفره. ثواني طب اهو صدمة كبيرة يا والقلب يكاد يجف حيرة اهو. خد يا اللي بعده يا وانت كمان يا. لا كده اتكتروا عليا يا اخوانا، اتكتروا عليا. اغير السلاح. ايوه الشعله دي. استنى بس كده. لف يا خليني ادفيها لك يا. ايوه كده. استنى. لا الا الله، انا مش عارف بتوع البوليس دول شايفين شغلهم ليه كده. خد يا. انت شكلك انت راجل قليل ادب ومش عاجبك. تعال والله لا بكتس لك. يلا معرفش كان بوكساته غريبه قوي يا اخوانا، بس ما كانتش بتموت زي اللي هي الجديد. تعال زيك بقى. احنا ايه هنكمل في الطريق الشر اللي احنا ماشيين فيه كده. احنا معانا 5 نجوم شرطه كده، فخلاص يعني فاضل لناش حاجه على الجيش. لهم جوز عساكر واعلان الحرب. كنت بحب الحرب ده يا اخوانا والله. هنبدا بقى نهرب من ملاحقه الشرطه والاسعاف والمطافي. انا كنت بقول على دول بتوع امن الدوله. شيء قد يبدو مضحك، ولا كنت مش عارف عشان بيجوا لابسين اسود ولا ده عشان ايه الصراحه. بني ادم ده شكله غريب قوي يا مدحت. دلوقتي انا بهرب، هدفي ان انا ادهن العربيه وابدا حياه جديده. في البتاع بتاع الدهن هنا. ايوه هي دي. هنعمل ايه بقى؟ نوقف عربيه او ايوه كده. بص هنقفل دول. بص تدهن العربيه محدش يعرفها. قمه المكر والدهاء. دول بتوع الاسعاف دول. بص رايحين ينقذوا واحد اهو، هيقوموه. صاحبي انت صعبان عليا. تعالى يا عم. خد يا عم. بدأ يجيلنا بوليس تاني. هنبدأ بقى نتعامل معاهم ايه، سنحلها بالعنف. كان في سلاح كهرباء هنا برضو كنت بحبه. عجزتهم. بيقول لي معيش فلوس. كده خلاص مفيش حل بقى غير ان احنا ايه نكسر خريطه. خد يلا اللي بعده يلا وقفوا صف يلا عشان تموتوا. يلا هات يا عم الاربجيه. في احنا لسه هنتفاهم يا اخوانا. يلا اللي بعده. الجيش هنتعامل ازاي بقى مع الموقف الصعب اللي احنا فيه ده؟ هنتعامل ازاي لما الجيش يجي لنا؟ دي اهم مرحله في اللعبه. هنكمل تقتيل عادي زي ما احنا مكملين. ايوه يلا صح. هات يلا سويها لك. لف يلا. فين امشي انا اما سويتكوا. خد انت اللي بقى.
ابعت صحابك. بص عاملين لي كمان دبابات عايزين يفجروا الدبابه بتاعتي. بص بقى تروح واقف ايه، واقف لهم هنا كده، الدبابات كلها تفضل تضرب ايه في الدبابه اللي قدامهم دي لحد ما تبوظ. بص الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ يا جدعان ما تسيبوني العب في. تعالى يا عم، تعالى يا عم، انت لازم اشويها لك يعني، لازم اشويها لك. تعالى يا عم، الله ترتاح. دي يا بلد ماشيه بالكوسه دي، انا اخدها كله هيسيبنا في حالنا. يا بلد ماشيه بالكوسه. كله ماشي يا باشا، حياتك اتظبطت. في مترو هنا اهو، ممكن نستنى المترو نركب المترو. انا من رايي نركب المترو بس استنى نركب المترو اهو. معرفش هيودينا فين، بس تعالوا ناخد. محدش عارف تذكرته وصلت كام ده دلوقتي. طالما لقينا نركبه. او بقول لك كده انت رحت الدهليه خلاص، المفروض تنزل بقى خلاص كده. استرى معانا يا رب. بيجري ليه كده؟ ده مترو ايه ده؟ كنت بحب العربيه اللي شبه جيري دي، شبه جيري الفار. انت بتقول ايه؟ جيري الفار. البوليس شافني طبعا هيبدا يجري ورايا. فالواحد يلحق يجري. هو انا مش فاهم البوليس كتير ليه كده في يا اخوانا؟ مفيش حد يعني غيري ولا ايه؟ بلد ما فيهاش مجرمين تانية؟ عربيتك سريعه يا اخوانا. هنروح بقى في الاخر كده نروح ندهنا ده حلوه كده ونغسلها ونروق عليها. اعتقد الشارع ده اللي كان فيه الدبابه، هو اللي فيه الدبابه. بص يا اخوانا كنت بجيب الدبابه ازاي بقى؟ ده عشان لو انت ما جبتش الجيش وعايز تجيب الدبابه، بتيجي هنا كده وتيجي نديها واحده طيران. ما جاتش. مش هتيجي المره الجايه نجيبها تاني دلوقتي. شكلهم مش هيسيبونا في حالنا يا اخوانا. يلا 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 جبتوا لنا البوليس تاني، الله يخرب بيكم. احنا عايزين نجيب الدبابه يا جدعان. طب دي العربيه دي بطيئه، بطيئه وشغال في ايهاب توفيق، يعني تخيل حاجه يعني بطيء. يا عم خلاص بقى يا جدعان، هو مفيش في البلد غير يا جدعان. اوعى يا عم، هاتوا العربيه بتاعتكم دي، ان شاء الله هي دي اللي فيها الامل ونجيب بيها الدبابه. بص يا باشا، بص يا باشا، نطه بدريفتاب. ولا تقول لي جيمنج بقى ولا بتاع. تنزل بقى السلم ده، طبعا انت بتبقى شايف حاجه من السلك، بس هتنزل هتلاقي هنا درع معرفش بيعمل لك ايه، وتاخد الدبابه. الان هم واقفين عليها، انا مش عارف بقى. هنا بقى ممكن ايه نضرب بقى ايه، نكسر ونعدي لحد ما الجيش يجي بقى. اللي هنعدي عليها هندهوسه كده. عندنا 5 شرطه، فاضل لنا نجمه واحده والجيش يجي. الظاهر اننا اتسرعنا يا اخوانا. بقولنا هم الجماعه بتوع امن الدوله. هو انت ما بتتكلمش غير لما بتتضرب ياض؟ هو انت ما بتعملش دماغ غير لما معورك كل يوم ياض ولا ايه؟ انا شايف كل ده والمطافي اللي جايه ايه تطفي. يلا يلا اللي بقى، يلا يلا يا باشا، يلا يا باشا، الشغل مش بالسهل يا باشا. يلا يا باشا، هات يا باشا. طبعا نروح نلاقي كمين دبابات واقف لنا قدام هيفرتكنا. هنشوف بقى هل هنموت لما الدبابه تنفجر بينا ولا لا. فين؟ ده دول كام واحده كده في السكه. استنوا كده نشوف بقى يا اخوانا. خسرت يا حمار. ليه؟ لانك معاك كل حاجه، المفروض ما تخسرش. ساعتك بتكلمني؟ طبعا بترجع مواطن عادي شريف ولا كأن حاجه حصلت، وتبدا تقتل ايه في الناس مره تانية. الحقيقه على المستوى الشخصي كنت بحب اللعبه دي جدا وبضيع فيها وقت كتير قوي، ولذلك تقييمي ليها كلعبه مناسبه للغلابه هو 10/10. الغلابه ايه؟ تقييمي ليها ككل 10/10، مش للغلابه بس. هيجي لي واحد بقى اللي هو كان بيحلو عليها في الاول ويقول لي بقى تدي لعبه زي دي 10/10. يا عم وانت مالك، وانا بتضايق من جيبك؟ هو انا فود ريفيور يالا؟ ما اديها 10/10 يا سيدي، ما تروحش تاكل عندها يا عم. يعني هو انتوا لازم تعصبوا الواحد وتخرجوه عن شعوره؟ يعني الواحد ما يعرفش يكمل حلقه كده في الحلو منه. وفي النهايه انتظرونا في حلقات اخرى عن العاب اخرى، ولو عندكم اقتراحات لالعاب معينه حابين ان احنا نعملها يا ريت تحطها لنا في الكومنتات، واشوفكم في الحلقه الجايه.